من اللحظة الأولى في المباراة والثواني الأولى هتلاقي جوميز مدي أوامر وتعليمات للاعبي نادي الزمالك إن إحنا نبدأ نجمع اللعب في ال 18 نادي الزمالك أو في نص ملعب نادي الزمالك، ونبدأ نلعب الكورة في الجهة اليسرى لأحمد فتوح. زي ما أنت شايف هنا نبيل عماد دونجا هتلاقيه بيشاور لحسام عبد المجيد قلب الدفاع إن نبدأ يلعب الكورة في اتجاه أحمد فتوح، وبالتالي الكورة بالفعل بتروح ناحية أحمد فتوح. وعايزك تبص كده وتركز على اللاعب اللي عليه السبوت لايت دوت، وشوف قد ايه كابتن معين الشعباني المدرب التونسي المحترم قاري نادي الزمالك وحافظ وقافل كمان على مفاتيح لعبه في الجبهه اليسرى اللي فيها احمد فتوح، وفيها اللاعب المفاجاه طبعا للزملكاويه اللي كان جوميز طبعا مجهزها لهم. اللاعب اللي عليه السهم دوت هو سامسون اكينيولا، اللي انا بستغرب بصراحه البوزيشن بتاعه والمركز اللي اداهوله جوميز. وبالتالي يعني اللاعب دوت بيلعب كسترايكر صريح، مهاجم صريح، انت ازاي بتلعبه كهاف؟ فانا مش فاهم يعني اللاعب ده عمره ما لعب جناح نهائي، وبالتالي طبعا هتشوف اللاعب اللي عليه السبوت لايت دوت عامل ماتش عالي قوي على سامسون وعلى فتوح بالاخص. اللاعب بقى اللي عليه السبوت لايت دوت اسمه، واحفظ اسمه معايا كويس جدا عشان هيتكرر كتير جدا في الحلقه، لان كان عامل شوط اول ناري بالنسبه للاعب دوت من جانب نهضه بركان، وهو اسمه يوسف الفحلي. يوسف الفحلي رقم 7 من نهضه بركان، خليك حافظ الاسم ده ويلا بينا نكمل. يوسف هنا ابتدى ان هو يضغط على سامسون اكينيولا وقطع منه الكوره. زي ما انت شايف سامسون بيحاول يجري وراه، وابتدى طبعا ان هو هيحاول يعطله، مش عارف انا هنا مديله قفا ولا ايه، مش فاهم. ولكن الكوره برضك الراجل طلع بالكوره كويس جدا وابتدى يلعبها للاعب على الجبهه اليمنى اللي عليه السهم دوت، وبالتالي اللاعب دوت هيرجعها له بالكعب مره تانية، ويوسف الفحل هيبدا يسدد الكوره، ولكن طبعا هتصطدم في رجل زميله وهيبدا على طول نادي الزمالك ودفاعه يشتت الكوره. عايز اقول لك بقى ان بعد الكرة ديت على طول جوميز جاب سامسون وهيقول له ان انت هتبدل مع لاعب تاني في المركز بتاعك، علشان خاطر ايه الدنيا هتبقى صعبة هنا وانت مش هتعرف تلعب كجناح لان انت مش بتنزل تستلم الكورة والكلام ده كله. طب هنشوف هنا كمان سامسون كينيولا هيبدأ يقول للاعب اللي هو هيبدل معاه جوه الملعب ان انت خلاص هتيجي مكاني وانا هروح مكانك. طب مين بقى اللاعب دوت؟ هيبان في الكورة اللي جاية. الكرة هنا كانت رمي التماس لنادي الزمالك من جبهة فتوح، هيبدأ على طول يلعبها للاعب اللي عليه السبوت لايت الابيض دوت، وهو سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري ابتدى يجي مكان سامسون كنولا، وده اللي هتوضحه الصور اللي بعد كده واللقطات اللي معانا بعد كده. لكن بص بقى الكابتن معين الشعباني هتلاقيه قافل على الجبهة دي ضبه ومفتاح زي ما قلت في بدايه الفيديو. الراجل قاري نادي الزمالك وحافظ نادي الزمالك وقافل مفاتيح لعب نادي الزمالك، 5 لعيبه من نهضه بركان على الجبهه اليسرى لنادي الزمالك، وما زال جوميز مصر على ان هو يطلع بالكوره من جبهه احمد فتوح رغم كل اللي حاصل ورغم كل التكتلات دي، الا ان هو برضك مصر على طريقه اللعب دي. لاحظ هنا رمي التماس برضك نادي الزمالك عن طريق فتوح، هتلاقيها برضك بتتلعب في اتجاه طبعا سيف الدين الجزيري زي ما انت شايف، وهتلاقي كده اللاعب اللي هيبقى عليه الدايره دوت هو سامسون كنولا، ابتدى يروح مكان سيف الدين الجزيري طبعا مهاجم صريح لنادي الزمالك، وابتدى الجزيري يلعب كجناح. الاتنين ما بيلعبوش جناح نهائي نهائي نهائي، وبالتالي الغلطه دي والخطا ده تحمله جوميز، لان ابتدى برضك يلعب على الجبهه ديت، ويعتبر هو قتل الجبهه دي، قتلها نهائي. فالجبهه الناحيه التانيه انا مش عارف نادي الزمالك ناحيه اليمين عمر جابر وزيزو، يعني مش فاهم الجبهه دي ما اشتغلتش خالص طوال الشوط الاولاني، وبالتالي زي ما انت شايف الجزيري بيحاول يعافر، ولكن طبعا الكره بتقطع. وادي سامسون طبعا دخل في مكان الجزيري، مكان طبعا اللي هو بيلعب فيه اصلا. يعني سامسون هو الراجل مهاجم، خلاص العبه مهاجم، ما اجيبش الراجل يلعبه كده كهاف، وهو ما بيلعبش هاف نهائي. زي برضك مباراة سموحة الراجل قال لك انا هلاعب ابراهيم رضاي كباك ليفت، يعني مش فاهم ازاي. وبالتالي سبب الخسارة كان ابراهيم رضاي، الكرة اللي ما كملش فيها، ويمكن شارحين دوت على القناة برضك ممكن تبقى تتابعوا لو الحلقة دي ما شفتهاش. عايز اقول لك ان نادي بركان من الفرق الخطيرة جدا في الضربات الثابتة. يعني انا مش فاهم بصراحه ايه المنظر اللي انا شايفه قدامي ده. يعني انت شايف نبيل عماد دونجا ماسك لاعب، طب عمر جابر واقف مش ماسك مين مش عارف، سامسون الكنيولا واقف عامل لنا عضلات اهو بيورينا العضله بتاعته الاماميه والدنيا تمام والسمانه 100 100 والله يا عم سامسون، انت ماسك مين؟ مش فاهم. في حتى اتنين ورا هم مش يعني تقريبا كده يعني لابسين طاقية الاخفاء واللعيبه مش شايفاها. وبالمناسبه الكره اللي كانت هتتلعب ضربه ركنيه من ناحيه شمال نادي الزمالك يمين نهضه بركان، الكره راحت للاتنين دول، وبالتالي اتصلحت على حدود ال 18 ليوسف الفحل اللي هننطق اسمه كتير جدا، ولكن الراجل ضيعها فوق عارضة محمد عواد طبعا. فانا مش فاهم بصراحة هل ده منظر امسك فيه فرقة
معروف ان هي اصلا سر تفوقها الكرات الثابته. فانا مش فاهم ايه المنظر اللي انا شايفه قدامي ده. فعدم تمركز غريب جدا من لاعبي نادي الزمالك. فيعني مفيش مان تو مان، حتى مفيش اللي انا لعيبه ماسكه نفسها، يعني مش فاهم بصراحه. طيب انا قلت لك ان الراجل جاب سيف الدين الجزيري هيلعب هاف وهيودي سامسون كنولا. الراجل برضك في نفس المباراه بيرجع مره تانية سامسون اللي عليه السبوت لايت اهوت لمكانه تاني كهاف. فشيء غريب بصراحه. هو الراجل انا مش فاهم، انا حسيت ان هو بيجرب، يعني انا حسيت ان هو عمال بيجرب ما بين مين ينفع يلعب هاف، هل سامسون ولا سيف الدين الجزيري، فعمال يبدل ما بينهم. بس هل دوت ينفع في مباراة زي كده؟ يعني مش هو قاعد يقول لك انا بجهز وان انا ريحت لعيبه في مباراه سموحه عشان ابدا ان انا اظبط الدنيا وان انا اجهز لمباراه نادي البركان في النهائي الكونفدراليه. انا مش فاهم، مش شايف اي تحضير خالص. نادي الزمالك مش موجود لحد دلوقتي على ارض الواقع زي ما انتم شايفين، مش موجود نهائي. وبالتالي الراجل عمال بيبدل ما بين سيف وما بين طبعا سامسون، وبالتالي الكوره هنا هو بيقطعها فتوح. فتوح هيلعبها لسامسون. بالمناسبه دي كوره ركله الجزاء. شوف هنا البريسنج اللي عامله الراجل. طبعا معين الشعباني مدير فني محترم جدا، ارى نادي الزمالك وارى مفاتيح لعبه. هنا اهو ضغط مبكر جدا على سامسون كنيولا اللي راجع وبيلعب هاف مع فتوح. انا مش فاهم بصراحه، بيلعب هاف قدام فتوح. ابتدت الكره تتقطع بلمسه والتانيه والتالته، هيوصل طبعا يوسف الفحلي اللي انا قلت لك احفظ اسمه. ابتدى طبعا حسام عبد المجيد عرق للراجل وركله جزاء صحيحه مليون في الميه. هعدلك بالتصوير البطيء هتلاقي الرجل اليمنى ليه حسام عبد المجيد زي ما انت شايف، فراحه في القدم اليسرى ليوسف الفحل رقم 7 من نهضه بركان. وبالتالي ضربه جزاء صحيح، تنفيذ ولا اروع على ضربه الجزاء، وراحت على يمين عواد. وكده الزمالك دخل فيه الهدف الاولاني. نلم بقى الدنيا ونرجع سامسون مكانه ونرجع الجزيره مكانه ونجيب لاعب يلعب هاف او نعمل اي حل. لا مفيش، الراجل برضك مصر على نفس القصه، مصر ان انا اجمع لعب ناحيه الشمال ويبدا برضك يكون في عك. هنا نبيل عماد دونجا اثناء تحضير اللعب اهو، اللاعب اللي عليه السبوت لايت دوت نبيل عماد دونجا، واللاعب اللي وراه حسام عبد المجيد اللي عليه السهم. المفروض الطبيعي خالص ان حسام عبد المجيد يكون مكانه مكان السهم كده، ان انا ابدا افتح حاله شمال دونجا عشان ابدا ان انا اكون خيار للعب، عشان لو اللاعب اتزنق يبدا ان هو يطلعني. ولكن هيحصل حاجه غريبه جدا وكارثه، كارثه باتم معنى الكلمه. هتلاحظ كده نبيل عماد دونجا بيضم وحسام عبد المجيد افتكر ان هو يتحرك، وبالتالي نبيل عماد دونجا هو لسه راسخ جوه عقله ان حسام عبد المجيد موجود في مكانه. وبالتالي بص المنظر اللي هيحصل، الراجل بيرجع الكرة على اساس ان حسام موجود في مكانه، ولكن حسام طلع ان هو اتحرك. فشيء غريب جدا ومفيش ربط، واللاعب كمان يعني بيباصي من غير ما يرفع عينيه ويأكد ان زميله موجود ولا اتحرك. فمش فاهم بصراحة. وبالتالي بيتضغط على لاعبي نادي الزمالك، مش قادرين يطلعوا بالكرة، وعلى طول بيقطع كالعادة كالعادة يوسف الفحلي من قدام اللاعب اللي عليه السهم دوت وهو احمد فتوح. انت متخيل ان يعتبر فتوح ورا الراجل؟ يعني المفروض انا هنا بحضر لعب صح تمام، المفروض فتوح يبقى نازل مكان يعني قدام يوسف الفحلي مش وراه. ولكن طبعا والراجل كان طلع في اثناء اللخبطه اللي حصلت من نبيل عماد دونجا وحسام عبد المجيد. اخطاء بالجمله، اخطاء بالجمله في لاعبي نادي الزمالك. مرة تانية برضك هنا حسام عبد المجيد هيبدأ يلعب الكورة لأحمد فتوح، وهتلاقي على طول الفحلي جاي يضغط عليه وعشان يغلطه على طول. فتوح هيلعبها لسامسون، لكن سامسونج طبعا مش هيقدر يعمل اي حاجه لان الراجل ما بيعرفش يستلم تحت ضغط وما بيعرفش يلعب هاف. وبالتالي الكره بتتقطع لولا طبعا ستر ربنا، وفتوح بيعمل تاكلينج وبيقطع الكره كويس جدا، كان الكره دي هتبقى خطيره. مصر برضك جوميز زي ما قلت لك عنده اصرار فظيع جدا ان احنا لازم هننقل الكوره عند فتوح اللاعب اللي عليه السبوت لايت دوت، وهو اللي يبدا لي الهجمه المرتده. لكن على طول يوسف الفحلي زي ما انت شايف في كل مكان مع فتوح. انت فين ما هتروح هروح معاك، حتى لو رحت بيتك هتلاقيني بروح معاك. او الراجل بيضغط عليه بيطلع الكرة طبعا رمي التماس، وهتلاقي معين الشعباني بيشجعه بيقول له كويس جدا انت ماشي زي ما انا قلت ومية مية كده، وابدأ اضغط تاني من قدام. زي الرسالة واضحة زي ما انت شايف، راجل قاري مفاتيح اللعب وقافل الجبهة اليسرى لنادي الزمالك، وما زال جوميز مصر لا احنا هنطلع من هنا بالكورة. لاحظ مرة تانية هنا برضك اهو عندك فتوح اللي عليه السبوت لايت، هتلاقي على طول اللاعب اللي عليه السهم ده يوسف الفحل ضاغط معاه في كل مكان، هيضغط عليه عشان يغلطه وبالتالي هيقطع الكرة. لكن فتوح هيعمل بريسنج قوي وبالتالي الكرة هتوصل عند سامسون اللي برضك هيحاول يطلع بالكرة، لكن برضك مفيش امل ومفيش فايدة. فضلنا كده يعني مرارا وتكرارا لحد ما في لاعب تاني هيجي المكان دوت
هنشوف طبعا هو مين، لكن خلينا نكمل باقي الحالات. هنا طبعا يوسف الفحلي بيقول طبعا لفتوح ما تزعلش مني والله انا كابتن معين موصيني عليك. يعني زي ما انت شايفين الرساله واضحه وصريحه. هنا طبعا انا قلت لك ان في لاعب رقم 3 هيجي في المكان دوت، وهو اللاعب اللي عليه السبوت لايت دوت، جه طبعا عشان يبدا يلعب في الجبهه اللي فيها احمد فتوح، وهو احمد سيد زيزو. طيب احمد سيد زيزو هل هو كويس في المكان ده ولا لا؟ طب خلينا نشوف فعليا في المباراه احمد سيد زيزو لما اتنقل عمل ايه. لاحظ كده اول كوره ليه بعد انتقاله في الجبهه اليسرى مع فتوح، اهو طبعا اللاعب اللي عليه السبوت لايت ده هو احمد سيد زيزو. هتلاقي على طول الراجل خد اللاعب كده بتاع نهضه بركان، هوب عدى فاول على حدود ال 18. ده اول اي حاجه، يعني بسم الله الرحمن الرحيم اهوت فاول على حدود ال 18. يبقى احمد سيد زيزو يتساب هنا، صح كده ولا لا؟ هنلاقي الراجل عمل غير كده تماما. طبعا انا شرحت كتير جدا وقلت لك ان فريق نهضة بركان من الفرق الخطيرة جدا في الكرات الثابتة، في الكرة الركنية اللي هي اللي فاتت اللي انا قلت لك عليها، اللعيبة سايبة طبعا لاعبي نهضة بركان بدون رقابة. وطبعا سر طبعا من اسرار تألق الفرقة دي ان طبعا الكرات الثابتة و طبعا العرضيات بتكون في منتهى الخطوره، وبيقدروا ان هم يستغلوها. عندهم جمل وعندهم حاجات كتير جدا بيعملوها، وعندهم اطوال بيقدروا يستغلوها. الكرة دي سباق سرعة ما بين طبعا فتوح وما بين يوسف الفحلي، اللي هو كان ما بينهم مباراة تانية ثنائية قوية جدا يعني. وبالتالي هنا يوسف الفحلي بيسبق فتوح، وفتوح بيضطر يعمل معاه فاول، وبالتالي بيقول لنهضة بركان سجلوا هدف. وطبعا نهضة بركان ما تتوصاش في الكرات الثابتة، كرة ثابتة زيها زي الركنية تتلعب، لعب طبعا طالع ما بين اتنين، وادي عواد بيسلم على العرض اهو زي ما انتم شايفين، والكرة طبعا دخلت هدف. فشيء غريب في نادي الزمالك، كرات ثابته خطيره جدا جدا. نادي الزمالك جاي خسران من هناك 2-1، وده طبعا خساره بطعم الفوز زي ما بنقول. وان شاء الله الزمالك هنا يعني يقدر يتخطى الفرقه دي، لان انا يعني مع كامل احترامي لنادي بركان مش هي الفرقه اللي تخوف نادي الزمالك. يعني مع كامل احترامي ليهم فرقه محترمه وعملت مباراه للامانه كويسه جدا، ويوسف الفحلي كان راجل وكان عامل مباراه جيده جدا 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 للامانه، لازم هنشيد بيهم والفرقه كويسه. ولكن نادي الزمالك يقدر يحسم من هنا؟ يا جماعه انتوا بتهزروا، ده الزمالك يكسب هنا مستريح مع كامل احترامي لنهضه بركان. ولكن الاخطاء دي لو كانت موجوده برضك في مباراه العوده هنا، لا كده نادي الزمالك بيقول انا مش عايز البطوله. كنت لسه طبعا بتكلم معاكم ان هل هيستمر زيزو في الجبهه ديت مع فتوح، لكن للاسف الراجل يعني نقل زيزو ناحيه اليمين، وجاب اللاعب اللي عليه السبوت لايت ده اللي هو سيف الدين الجزيري، رجعه مره تانية ان هو يلعب جناح، لان لقاه هو افضل شويه من سامسون اكنيولا، ان قادر يتعامل شويه. وبالتالي سيف بامانه كان عامل لقاء عالي جدا جدا جدا، خاصه في الشوط الثاني ظهر كويس جدا واحرز هدف. تعال بقى نروح للقطه المضيئه لنادي الزمالك. يعني شوف الراجل عايز يبدا اللعب من ناحيه الشمال، لكن للاسف الجون شوف جيب مجهود فردي، يعني مع كامل احترامي طبعا الجون جاي بمجهود فردي من زيزو وسيف الدين الجزيري. زيزو طبعا انطلق من الجهه اليمنى، عمر جابر كان بيعملوا الاوفرلاب، مفيش حد ضاغط على زيزو، وبالتالي بيعمل الاوفر وهو مستريح. لعبها كويس جدا لسيف الدين الجزيري اللي بيطلع يرتقي طبعا فوق اللعيبه، وبيبدا يخلي الكره تعمل بند عشان تتصعب اكتر واكتر على حارس المرمى. وبالتالي هدف ذاتي بمجهود فردي انقذ نادي الزمالك. وبالتالي جوميز ملوش اي تدخل نهائي، ولا كان في اي خطة ولا في اي شيء يذكر ليه ولا اي حاجة. يعني ذكرنا معين الشعباني لانه الراجل كان عامل تكتيك على حدود الامكانيات اللي عنده. الراجل كسب حتى اللقاء الاول، تصريحاته حتى تلاقيها موزونه، عكس ما يكون الراجل جاي يقول لك احنا هل هيسمح لنا فريق نهضه بركان ان احنا نحقق مش يعني تصريح غريب جدا من جوميز بامانه. الراجل قال لك النتيجه ديت خدمه للفرقتين اللي هو معين الشعباني، وبالتالي ادى الامل برضك لفرقته، فاهمني؟ يعني حاجه غريبه حتى التصريحات، مع كامل احترامي لجوميز. لكن معين الشعباني ارى نادي الزمالك قفل مفاتيح اللعب والخطوره بتاعته، وبالتالي نادي الزمالك يعني ان شاء الله هنا في لقاء العودة يقدر ان هو يفوز. عنده المقدرة، عنده الامكانيات، اللعيبة تنزل مش هايبة الموقف يعني. لكن اتمنى ان جوميز ما يفتيش تاني، اتمنى يعني اتمنى ده.
دي طبعا هتشوف هنا فرحة احمد سيد زيزو بالهدف زي ما انت شايف، وبعدها برضك فرحة الجزيري. بصراحة الاتنين ادوا اداء رائع جدا، الا ان طبعا زيزو ما كانش ظاهر لان الراجل كان عايز يلعب على الجبهة اللي فيها طبعا فتوح. مش فاهم يعني، مش فاهم بصراحة، مش فاهم ايه المقصد من كده، على الرغم ان انت فتوح قعدته في ماتش سموحة ولعبت عليه ابراهيم نضاي اللي هو ما بيلعبش باك ليفت اصلا، وادي سامسون والجزيره ما لعبوش هافات، لعبتهم هافات. فمش عارف ابراهيم نضاي عمره ما, ما لعب باك ليفت خالص. قعدت فتحه لعبته مكانه في ماتش سموحه، خسرت 1-0 من سموحه، وطلعنا وقلنا ان طبعا احمد سامي المدير الفني لسموحه اكتشف الثغره دي ولعب عليه. فاتمنى طبعا ما يفتيش في لقاء العوده، لان الفتي هنا شكرا ضيع بطوله على نادي الزمالك. وانا شايف ان هو واقع قدام فريق مع كامل احترامي ليه القوام بتاعه مش قوي، مفيش غير بس المدير الفني بيستغل كام ورقه عنده كده وخلاص، من ضمنهم يوسف الفحل اللي هو لاعب مميز جدا، وكام ورقه في الدفاع شكرا. هم سر اصلا تالقهم الكرات الثابته، ما تديهمش كرات ثابته، ابدا العب، ابدا اضغط عليهم من البدايه. ده اللي المفروض يحصل في لقاء العودة، وانا متوقع الزمالك لو لعب زي ما انا بقول كده صدقني هيطلع بسكور، هيطلع كسبان بسكور. ده توقعي، لان نادي بركان مش الفرقه اللي تخض نادي الزمالك. لو وصلت معايا بقى لحد هنا فانت برنس البرانيس. اتمنى ان انت طبعا تضغط لايك على الفيديو، تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.